اليوم غادي نمشيو لواحد الارض مولاها باغي يدير فيها بروجي فلاحي في نواحي فاس مكناس، بالضبط في منطقه سبعيون. كيف ما كتشوفوا الارض عامره بالشوك بطبيعه الحال، حيت مولاها ما عندوش بير، يعني ما عندوش الماء باش يخدمها. دابا حنا كنتواجدوا في واحد الارض بوريه على ضواحي ومشارف مدينه مكناس. هاد البلاد ديالنا لعده سنوات كنا كنستغلوها بوريه، المردوديه ديالها شويه ناقصه، حرنا اش غادي نديروا فيها. بقينا كنبحثوا هذه وهذه، وسقسينا الناس وسقسينا الخبراء والتجأنا لهذا المكتب هذا، المكتب ديال الدراسات وديال التنقيب على المياه. هذا المكتب هذا اللي درنا فيه الثقه، اللي السمعه ديالو طيبه وسمعنا عليه غير اخبار الزين عند الفلاحه وعند المستثمرين اللي هنا في المنطقه. شنو هو المراد ديالنا؟ المراد ديالنا وهو اننا قلنا لهذا المكتب، هذه الارض هذه بغينا نعطيوها واحد القيمه، بغينا نزيدوا نستثمروا فيها. المرحله الاولى اللي طلبنا منه وهو ينقب لنا على الماء، نشوفوا شحال ديال الماء كاينه، ومن بعد غادي نشوفوا اشنو هي الزراعات اللي يمكن ليها تعطينا واحد القيمه مضافه، واللي يمكن لنا نستغلوها ونعطيو واحد القيمه مضافه لهذه الارض، ونعطيو قيمه مضافه كذلك لهذه المنطقه من خلالها هذا المشروع الاستثماري اللي غادي تكلفنا به هذا المكتب ديال الدراسات. اول مرحله غادي نقوموا بها هي غادي نحددوا ليه احسن نقطه كيتواجد فيها الماء في الارض ديالو، وباش نعرفوا هذه النقطه كنديروا لا بروسبكسيون هيدروجيوفيزيك بار جيو الكتريك، يعني غادي نسكانيو ليه الارض كامله باش نعرفوا طبيعه الفرشه المائيه ونحددوا احسن نقطه يقدر يحفر فيها البير ديالو. وبطبيعه الحال هذه المهمه ديال المهندس انس. الوغ كل واحد في ليكيب شاد بلاصتو وبدينا الخدمه، وبعد ما كنسكانيو النقطه اللي ممكن يكون فيها الماء كنحصلوا على هذه الصوره اللي فيها هاد الالوان. هاد الالوان كيبينوا لنا المناطق اللي فيهم اون فيبل ريزيستيفيتي، يعني مقاومه هابطه، يعني ممكن تكون حامله للمياه. دونك حنا كنعتمدوا على العديد من المعطيات باش نحددوا واش فريمون كاين الماء ولا ما كاينش. هنا كنكونوا سالين العمليه ديالنا. من بعد 24 ساعه غادي توصل السيد بتقرير شامل حول الارض ديالو فيه جميع المعلومات، بحال النقطه اللي غادي يحفر فيها، العمق يعني شحال من متر غادي يحفر باش يوصل للماء، والطوناج يعني شحال من طون غادي يجبد في الساعه، وحتى الجوده ديال المياه يعني داك الماء واش مالح او لا حلو. ما تنساش تواصل معنا الا كانت عندك ارض وبغيتي تستثمر فيها.